السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم متابعاتي العزيزات. اليوم زي ما انتم شايفين الجو شوب وصيف ودرجات الحرارة في العلالي، فقدمنا عصير بدنا نبرد عليه بعد الغداء. أنا اليوم عند أهلي رحت إن شاء الله زي ما انتم شايفين. أختي أم يامن وصلت من عمان، إجت تهني وتبارك لأختي أم ماجد. هاي تحلاية أم يامن. طبعا كنافة زي ما انتم شايفين. طبعا كنافة العفوري الصراحة لا يعلى عليها، يعني ما في بعدها الصراحة كنافة نهائيا. جبنة صح مظبوطة يعني. الصراحة يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين جبنة. يعني المحلات الثانية اللي فاتحة وزي ما انتم بتعرفوا يعني واسماء مشهورة، بس صراحة على الفاضي ما في بعد العفوري نهائيا. هاي هون الكنافة ناعمة وكنافة خشنة زي ما انتم شايفين. عصير جوافي بارد. استقبلنا ام يامن مبسوطين بجيتها، إلها زمان ما اجتنا هي والصبايا. اجت تبارك لاختي ام ماجد والحمد لله على سلامتها. وخليكم معاي لنكمل بعدين باقي الاجواء ان شاء الله تعالى. مرحبا متابعاتي. هون زي ما انتم شايفين اجت اختي ام ريماس هسه عنا وجابت تحلاي العصر بعد الكنافه كمان. سبحان الله الحلو بيكثر مع بعضه. جابته عن روح الوالد، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب. ووفل يجعل مأواه الجنه. وهون بدنا قهوه ساده ان شاء الله زي ما انتم شايفين. هاي الحلو بده قهوه ساده زي ما انتم شايفين هيك. يلا كب القهوة خير. صب الفنجان الثاني. أهلا وسهلا في أختي أم يامن، معانا نورت وشرفت. أهلا وسهلا في الجميع. خليكم معي متابعاتي. هون متابعاتي العزيزات زي ما أنتم شايفين الحمد لله رب العالمين. بعد ما تحلينا الكنافة بقدوم أختي أم يامن، وإجت أختي أم ريماس جابت البانكيك اللي شفتوه أول. عملنا حطينا فواكه بحضور خالتي أم حكيم. أهلا وسهلا فيها، نور البيت. الحبايب كلهم مجتمعين إن شاء الله يا رب. دائما بنجتمع في بيت في مكة يا رب، في بيت الله إن شاء الله إحنا وياكم أجمعين جميع متابعاتي. قدمنا فواكه زي ما انتم شايفين هسه، وشربنا قهوة سادة، وكمان شوي إن شاء الله بنعمل قهوة حلوة. ولا تنسوني متابعاتي من اللايك والاشتراك. الله يسعدكم ويرضى عليكم، وفعلوا الجرس مشان يصلكم كل جديد إن شاء الله بإذن الله تعالى. وجمعة العيلة ما في بعدها الحمد لله يعني. خواتي وخالتي إجت هسه يعني، وخواتي الحمد لله رب العالمين. وأمي الوالدة بتسلم عليكم، بتسلم عليكم هيها يعني. وخالتي أم حكيم كمان بتسلم عليكم، وبنات خالتي كلنا الضيوف اللي عنا بيسلموا عليكم. طبعا ضيوف هذول جايين من عمان، أهلا وسهلا فيهم. خليكم معي متابعاتي. هون متابعاتي العزيزات زي ما انتم شايفين جينا للقهوة. بدنا نعمل قهوة حلوة بس يعني سادة. احنا اغلبنا بنشربها سادة يعني. طبعا خليناها تغلي على الغاز. اول اشي طريقة القهوة حطيها بمي باردة، بعدين بتحطي ملعقتين قهوة كبار. اذا بدك سكر بتحطي، ما بدك سكر ما بتحطي. احنا اهلي بيشربوها سادة. بتخليها تغلي. قبل ما تغلي شوي هيك يعني بتحط الوجه وبتصبيها زي ما انتم شايفين هيك. يعني قهوة مسك الختام زي ما بيحكوا مع الحبايب. نشربها مع خالتي أم حكيم. أهلا وسهلا نورتينا. أختي أم يامن، خواتي والوالدة الحمد لله. في ناس بيشرب قهوة سادة مشان شايفين 4 فناجين، وفي ناس بيشرب يعني قهوة سادة سادة يعني في البكرج الأول شفتوها. خليكم معي. هون متابعاتي العزيزات زي ما انتم شايفين قدمنا القهوة لخالتي أم حكيم ولخواتي زي ما انتم شايفين. المشكل حبيبة الحمد لله رب العالمين. يعني الإنسان لازم يكون قنوع في كل إشي بجمعة الأهل الحبايب القرايب. يعني الحمد لله رب العالمين على هاي النعمة.
نعمة الخوات، نعمة الخالات، نعمة العمات، الحمد لله رب العالمين يا رب. الله لا يقطع حدا من حدا يعني. والإنسان شو ما يشوف إشي جميل، إشي يعني يبارك ربنا، يعني يحكي ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يذكر الله. يعني اللي بيحسد دائما الحاسدون يعني من أهل النار، سبحان الله. الله يبعدنا عن الحاسدين واللي بيحسدوا يا رب، واللي بينظروا يعني لأي شخص أو لأي إنسان أو لأي إشي يعني بالنظرة سوء. فيا رب إنك تبعد عنا الحقد والحسد والبغضاء، وتجملنا بالستر والعافية يا رب العالمين. وهون إن شاء الله بدنا يعني زي ما بيحكوا مسك الختام مع المشكل ومع القهوة السادة مع خالتي أم حكيم. وبدي أنهي فقرة اليوم بإذن الله تعالى، وبشوفكم إن شاء الله بأقرب وقت. مع السلامة.